الموكب الرسمي للمنتخب المغربي سيارات الأمن التي غالبا ما تغفر أو تسبق الموكب الرسمي للمنتخب هي الآن دخلت رسميا إلى وسط شارع محمد الخامس، تمر من أمام مقر البرلمان المغربي وكذلك مقر البنك المركزي هنا في الرباط وكذلك مقر البريد. يبدو أن الحافلة بالفعل بدأت تقترب شيئا فشيئا بالفعل من المرور أمام آلاف الجماهير، مئات آلاف الجماهير. شارع محمد الخامس معروف أنه شارع يحتضن المناسبات الكبيرة، سواء المناسبات الوطنية المغربية، نتذكر ذلك جيدا يعني بعد كأس العالم عام 1986 حين أنجز زملاء بدو الزاكي، ميري كريمو، عبد الرزاق خيري، محمد التيمومي ولمريس وخليفة وحسينة وحميد والعديد من اللاعبين المميزين جيل كرة القدم المغربية بعدما تأهلوا العالم. كان حينها إنجازا كبيرا. نذكر أن المغرب كان صاحب أول مشاركة له في عام 1970، والمغرب كان هو أول منتخب العربي حصل أو حاز نقاط في كأس العالم عام 1970، وأول منتخب بلغ الدور الثاني عام 1986. تلت ذلك مشاركتان أيضا في مونديال 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية، ومونديال 1990 في فرنسا، وذلك مونديال 2018 في روسيا، وكأس العالم التي أقيمت في دولة قطر النسخة الاستثنائية. المنتخب المغربي وصل إلى الدور نصف النهائي. أي نعم، كان أول منتخب عربي أفريقي جهاد يصل إلى هذا الدور. أي نعم، أيضا بمنتخب مغربي هو وليد الركراكي من مواليد فرنسا، ولكنه محب وعاشق لبلده المغرب، فضل أن يحمل ألوان بلده المغرب. ذلك المتابع الآن الحماس بدأ يرتفع. سيارات الشرطة أكيد التي تسبق مقدم الحافلة التي تقل المنتخب المغربي أيضا تمر هنا في الشارع، في إشارة إلى أنه الجميع في انتظار لحظات تاريخية خصص استقبال شعبي كبير رسمي كذلك لاستقبال المنتخب الوطني المغربي. أرى هناك من بعيد بجانب ما تسمى عمارة السعادة، وهي ذات 11 طابقا هنا وال14 طابقا في العاصمة الرباط. إذن يمر ذلك الموكب، الأصوات ترتفع كذلك، نسمع سير سير سير، نسمع شكرا لك وليد الركراكي، نسمع كذلك أسماء لاعبي المنتخب المغربي جميعهم 26 بطلا في الحقيقة كما قال وليد عندما سئل في أكثر من مؤتمر صحفي قبل المباريات: هل أنت تعتمد على التشكيل الأساسي؟ قال: بالنسبة لي أي نعم، هناك مجموعة من اللاعبين المميزين ممن ألفوا اللعب فيما بينهم، ولكن أنا أتوفر على 26 لاعبا من الأساسيين. هو وثق فيهم، هو سماهم بالرجال، وبالفعل هم كانوا كذلك صنعوا هذا المجد الكبير، وأيضا استحقوا هذا الاحتفاء الكبير من الجماهير المغربية. هم كانوا بين ذويهم وأهلهم في دولة قطر، سواء من قبل الجماهير القطرية الخليجية، الجماهير العربية، الجماهير المغربية أيضا كذلك التي تنقلت بالآلاف إلى دولة قطر. الاستادات نحن نتذكر بأنها كانت استادات مملوءة عن آخرها بمختلف الجماهير التي ساندت وليد الركراكي، ساندت اللاعبين، آزرت اللاعبين لكي ينجزوا ما أنجزوه، لأنهم في الواقع صنعوا تاريخا. وهم الآن أكيد أن عدد منهم لم يكن بمصدق لما آل إليه أو ما آلت إليه المشاركة المغربية، أو هناك من وصف منهم بأن هذا المشوار هو مشوار حلم، ولكن أكيد عندما يصلون إلى هذه الشوارع الغاصة بالجماهير سيصدقون بالفعل أي إنجاز. غالبة هنا في الشوارع بمئات الآلاف، فخر كبير. إذن جهاد رسميا الحافلة التي تقل عناصر وبعثة المنتخب المغربي هنا في وسط العاصمة المغربية، تمر من أمام البريد المركزي، تمر من أمام البرلمان. لحظات تاريخية بالفعل. الألعاب النارية تزين المكان، الجماهير تحتفي، الجماهير تقول: شكرا لك ياسين بونو، شكرا للجميع، شكرا لأشرف حكيمي، حكيم زياش،
الجماهير نادت بحكيم زياش، وحكيم كان واحد من المميزين. نادت أيضا بمدرب مغربي وليد الركراكي، وهو أيضا واحد من المميزين. الآن من أمامي تمر هذه الحافلة التي تقل الأبطال الذين جاءوا من قطر، صنعوا المجد في قطر، في ملاعب قطر. نسخة ستبقى للذكرى. نعم، أيضا المغاربة سيتذكرون دولة قطر، سيتذكرون ما أنجزه منتخبهم الوطني. المغاربة يحتفلون. هذه الصور يعني تغني عن كل تعليق في الواقع. يعني عشت لحظات كثيرة في مشواري المهني. هذه أول مرة أتابع هذه الاحتفالات الكبيرة جدا في المغرب، هذا الاعتزاز الكبير. يعني الشارع أضيء عن آخره. فعلا هذه لحظة تاريخية. اللاعبون يبادلون الجماهير الاحتفال وكأني في ملعب لكرة القدم، بل بالفعل الرباط تحولت إلى ملعب كبير تشكر هؤلاء الأبطال، وهم يبادلون الجماهير الشكر والاعتزاز والفخر، وهم يبادلون الجماهير الشكر والاعتزاز والفخر بما تقدم أو بما أنجز في استادات كأس العالم في مونديال قطر. إذا مرت الحافلة وهي تتوجه إلى القصر الملكي في الرباط، تتوجه إلى باب السفراء، تتوجه إلى حيث سيحظون باستقبال هم وعائلاتهم، وكذلك الجميع ممن كان مسؤولون، أيضا مسؤولين في الاتحاد المغربي، ممن كان مسؤولا عن هذا الإنجاز العربي الكبير. يعني لا أجد الكلمات لوصف هذه اللحظات. هل هي مشاعر فخر؟ هي مشاعر اعتزاز؟ هل هي مشاعر الانتماء أيضا العربي المغربي الأفريقي؟ هم صنعوا مجدا. أكيد أن لاعبي المنتخب المغربي عندما يمرون وسط هذه الحشود مئات الآلاف من الأنصار سيعلمون أي إنجاز أنجزوا، سيعلمون علم اليقين بأنهم صنعوا التاريخ، صنعوا مجدا. هم استحقوا ما حصلوا عليه في الواقع من هذه التبريكات والتهاني على المباشر، من هذا الاحتفاء الرائع جدا المباشر. يبادلونهم الحب، يبادلهم أيضا الوفاء بأن المنتخب المغربي حقق إنجازا كبيرا. أنا متأكد جهاد بأن نحن الآن نعيش لحظات تاريخية. أنا متأكد أيضا بأن اللاعبون الآن هم يفتخرون بأكثر من أي وقت مضى بأنهم أنجزوا شيئا عظيما، بأنهم صنعوا تاريخا، بأنهم دخلوا مرحلة جديدة. وأيضا لنعلم بأن كرة القدم ليست مجرد كرة القدم، هي لعبة أي نعم بين 11 لاعب مقابل 11، وما هي أيضا صناعة لكل شيء جديد جميل، صناعة لتاريخ. أيضا كرة القدم هي فخر للشعوب، أيضا كرة القدم هي تعريف بالبلاد. نحن نعلم بأن مواقع التواصل الاجتماعي، أيضا مواقع البحوث عن اسم المغرب مثلا، ارتفع من يبحثون عن اسم المغرب، عن وجهة المغرب بأعداد مضاعفة، أعداد غير مسبوقة. إذا كانت قطر تميزت بالفعل في تنظيم كأس العالم، في تنظيم نسخة استثنائية يتحدث عنها الجميع كما قال جانا فانتينو بأنها نسخة لم تحدث من قبل، وسيكون من الصعب جدا محاكاتها سواء بالاستعدادات المميزة الرائعة التي قدمت التراث العربي، الحضارة العربية إلى الجميع. أيضا كأس العالم أقيم تحت شعار العائلة. هناك الكثير من الجماهير سواء من أمريكا اللاتينية، من أوروبا، الجماهير العربية أحست في شوارع قطر، في استادات قطر، وكأنها بالفعل في جو عائلي.